مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي برنامج في بيتنا مدرسة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتميزة من حلقة المواهب في مدرستكم أو في برنامجكم في بيتنا مدرسة. طبعا في البداية عايز أرحب بضيوفي الكرام النهاردة الأستاذ محمد كمال، خبير بإحدى المدارس الخاصة. أهلا بيك أستاذ محمد. اهلا وسهلا. وطبعا معانا النهارده مواهب جميلة جدا، معانا عبد الله. ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله. وطبعا عبد الله موهبه بتاعته الشعر، ومجهز لنا طبعا حاجات جميله جدا النهارده هيتكلم عنها. وكمان بنرحب بمحمد مجدي. اهلا بيك يا محمد. اهلا بك يا فندم. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. تمام. وطبعا محمد النهارده عنده موهبه جميله وموهبه الرسم، صراحه رسمه جميل جدا جدا. ولما بعت لي الرسومات بتاعته على النت انا قلت لا، لازم يجي ولازم يشارك معانا النهارده. موضوع حلقتنا مهم جدا، هو بيتكلم عن الانشطه المدرسيه واكتشاف المواهب وتنميتها. طبعا الانشطه المدرسيه دي حاجه قويه جدا وحاجه بتهتم بيها الدوله دلوقتي، وبتهتم بيها وزاره التربيه والتعليم اكتر واكتر، لان طبعا دي اساس لكل الموهوبين واكتشاف الموهوبين في كل المدارس. عايز اقول لكم كمان ان الانشطه المدرسيه بتعالج مشاكل كتير قوي قوي في التربيه والتعليم، زي اهمها طبعا هو هروب الطلبه من المدارس وعدم انجذابهم للتعليم او عدم انجذابهم للمدرسه. بالعكس، الانشطه المدرسيه بتقدر ان هي ترجع الطلاب مره تانية، خاصه طلاب المرحله الثانويه، بسبب طبعا ربط الانشطه دي بالمقررات الدراسيه. وده اللي احنا هنعرفه النهارده في حلقتنا مع خبير طبعا استاذ محمد كمال. اهلا بيك استاذ محمد مره تانية. اهلا وسهلا. طبعا استاذ محمد، الانشطه المدرسيه دي كلمه بنسمعها كتير قوي، وفي مدارس عندنا كتير جدا في مصر. يعني عايز اقول لك نسبه كبيره جدا جدا من المدارس اللي موجوده في بلدنا تقدر ان هي بتهتم بالانشطه المدرسيه، ووزاره التربيه والتعليم كمان بتهتم بالانشطه المدرسيه. عايزين نعرف هو يعني ايه انشطه مدرسيه، وازاي في المدارس خاصه المدارس الخاصه ازاي ان هي بتهتم جدا بان هي يعني تنمي الموهوبين وان هي تشجعهم وتدخلهم مسابقات. هي طبعا الانشطه هي موجوده عندنا، بتبقى ليها اكتر من حاجه متعدده، زي مثلا موجود عندنا نشاط ثقافي، موجود عندك نشاط علمي، موجود عندنا نشاط رياضي، وبتبقى حسب هوايه كل واحد موجود عندنا من ابنائنا. جميل. فالانشطه تعتبر اللي هي مش زي ما حضرتك قلت اللي هي مهمه بس، لا، دي الانشطه ديت ممكن كمان تعالج الطالب نفسيا. جميل. ممكن اللي هي تبقى شيء. تمام. يعني حاجه مهمه يا استاذ كمال. اكيد طبعا. يعني حاجه مهمه في الطالب نفسه ولولي الامر كمان، ان الطالب ده مثلا بينمي الموهبه بتاعته، بيقدر ان هو يلاقي المكان اللي هو يطلع فيه كل الطاقات بتاعته. ده طبعا. لو حضرتك فاكر، احنا الجيل بتاعنا يعتبر في الثمانينات والتسعينات كان موجود عندك طابور المدرسه، هو جميع الانشطه اللي موجوده عندك بتلاقيها فيه. تمام. يعني مثلا ممكن نلاقي الاذاعه، ممكن نلاقي المزيكا. الاذاعه تلاقي موجود عندك الجورنان مثلا، اللي هو يطلع لك طالب يقرا لك الخبر اللي موجود خبر عندنا اليوم. انا فاكره انا خبر اليوم ده بالظبط. بتاع الاذاعه المدرسيه ده. طبعا كنت بحب اعمله على فكره، لما كنت مثلا اجيب جرايد الصبح واخد خبر. وموهبه الغناء اللي بتبقى موجوده بالنسبه للطلبه. تمام. وتلاقي موجود عندنا كمان النشاط الرياضي. جميل. فللاسف ان موجود دلوقتي الطابور ده يعتبر اللي هو زمنه قل. لكن الانشطه بتاعته، يعني الطابور المدرسه بيعتبر من النماذج المهمه جدا اللي بتخلي الطلبه يشاركوا. يعني مثلا يشارك في الاذاعه المدرسيه، يشارك مثلا في الموسيقى، تلاقي مثلا في نشيد بلادي، في مزيكا شغاله وناس بيغني، في كورال موجود، في زي ما حضرتك قلت من شويه الناس اللي بيطلعوا يقولوا اخبار اليوم الصبح او كده يعني. طبعا. والانشطه ديت هي اللي بتطلع لك المواهب اللي موجوده. احنا عندنا بعض الدول ديت اقتصادها هو مبني على المواهب اللي موجوده عندك. جميل. مثلا عندنا دوله زي اسبانيا. تمام. اسبانيا تعتبر معظم اقتصادها هي على النشاط الرياضي. جميل. طبعا فبالتالي الدوري الاسباني، انا بحب جدا الكوره والدوري الاسباني واللعيبه اللي هم اللي بيلعبوا في البرتغال، صح كده؟ لا، وهم دلوقتي عاملين نظام زي مدرسه، بيتبنوا الطالب من حسب السن اللي موجود عنده، 6 سنين 5 سنين، لغايه ما يبدا الطالب دوت يتحول لحاجه استثماريه للبلد، وتجيب فلوس للبلد طبعا مع معظم اقتصادهم. يعني معنى الكلام ده ان استاذ محمد ان النشاط نفسه، النشاط المدرسي دي حاجه مهمه جدا وبتهتموا بيها فعلا في المدارس. اكيد طبعا، ومش للطالب بس، زي ما بقول لحضرتك هي تعتبر اهم الدوله اللي احنا عايشين فيها. طبعا في علماء كتير جدا في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الاقتصاد وفي الاحياء، علماء كتير جدا كان الاساس بتاعهم هم اهتمامهم بالمواد دي وحب المدرسين ليهم، وان هم يحبوا المدرسين والمدرسين تحبهم فبيشجعوهم.
لان مثلا عالم زي مثلا احمد زويل، دكتور احمد زويل رحمه الله عليه، زي دكتور مجدي يعقوب، اكيد العلماء دول قدروا او ان هم كانوا متميزين في المواد العلميه، ولو كمان سبورت او مساعده من المدرسين بتوعهم. انا عاوز اقول لحضرتك ان مجالي اللي انا كملت فيه كتعليم او كملت فيه كمهنه بعدها، مجالي ده بسبب ان مدرس في اعدادي هو حببني فيه، ان المدرس ده كان مدرس نفس الماده، تمام. وبدأ المدرس دوت اللي هو يحببنا فيه. جميل. فلو فبالتالي بقى خدت الحاجه دي وبدات تشتغل عليها، وبدات تحب العلم ده، وبدات بالظبط. تتعامل معاه. لا، ومن الانشطه اللي بتبقى موجوده عندنا بحبب الطالب فيها، بتبقى مش مجرد اللي هي عمل، لا جميل. ده بتبقى هوايه. لو كل واحد فينا في البلد خد اللي هو يبقى بدل ما تبقى مهنه تبقى هوايه، هيبدع فيها. طبعا. مش نظام اللي هو شغل وانا عاوز اخلص وامشي، لا. وتذاكر هيبقى عشان موجود عندي تنجح إبداع. وتجيب درجات وخلاص، لا. واحنا بلدنا الجيل اللي موجود عندنا يعتبر ده جيل كنز، لازم نستفيد منه. اكيد. لازم نشجعه. اكيد. طب نشوف اول كنز من الكنوز الجميله اللي عندنا. معانا عبد الله بقى، يا ريت. وهو عايز اقول لك ان يعني من لما كلمنا وقال لنا انا عايز اشارك معاكم في الشعر. ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس بتحب الشعر يا عبد الله؟ بحب الشعر طبعا. بتألف شعر بقى، ولا بتبدأ ان انت تاخد مثلا انا استنى بس اسألك السؤال، انت مستعجل ليه قوي كده؟ يعني انت بتحب الشعر كده، بتحب الشعر، ولا انت مثلا بتألف، ولا بتبدأ يعني بتألف حاجات بسيطة كده خفيفة؟ انا حاليا مثلا لما الاقي نفسي زهقان مثلا بقعد مع نفسي اجيب ورقه وقلم ومثلا ابيات شعر بسيطه. صاحبي مثلا مره الفت شعر في الفصل بتاعنا، مره الفت شعر للميس كده. وبعدين طبعا انا ميس كانت بحب فرحانة فعلا بيك طبعا، مش كده؟ جدا. طبعا. كمل. انا بدات في المشوار دوت من ساعه ما كنت في كيجي. كانت اللغه العربيه عندي حلوه، فخدوني عملت مسرحيتين في كيجي. وانت كنت صغير في كيجي؟ ساعتها كنت اول مسرحيه كنت بقرا فيها قران. يعني انا كنت بحفظ قران، اهلي شجعوني ان انا احفظ قران، فبقيت اللغه العربيه عندي حلوه. ايه ده؟ يعني مثلا بابا وماما شجعوك ان انت تقرا قران، وان انت ودوني مقرأة، القران؟ ودوني شيخ وقعدت وحفظت قران. بس طبعا الدراسه جت بقت مواعيد المقرأة تختلف مع المدرسه. بس انا بقيت بحفظ قران حلو يعني. فخدوني اقرا قران في مسرحيه، يعني كان اسمها الفراشه المغروره. كانت فراشه بتحب نفسها، ما بتحبش تلعب مع حد وكده، فانا بقرا قران يعني عن الحشرات وعن كده، يعني الحاجات دي ذكرت في جميل. القران وكده يعني. تمام. ولما كبرت بقى في ميس بتاعه المكتبه اسمها ميس سهام بتاعه المكتبه. هي خدتني لما لقيتني بحب اخش المكتبه واقرا كتب كتير وشعر وكده، خدتني طلعتني في اذاعه. ولما خدتني بدأت بقى تطلع الشعر بقى اللي عندك وتتكلم. بدأت بقى تخليني اقول المقدمه بتاعه الاذاعه في الطابور. فكلهم بقى ابتدوا ياخدوني يقولوا لي مثلا قول كذا قول كذا. لما لقوني كويس في الشعر ابتدوا يطلعوني كتير. طب انت مجهزين ايه بقى النهارده؟ قلتي انا مجهز يا جندي واقف على الحدود. يا جندي واقف على الحدود. طب يلا نسمع مشاهدينا الكرام اول قصيده لعبد الله باغنيه. القصيده اسمها يا جندي واقف على الحدود. عايزك بقى تطلع كل الطاقات بتاعتك وتقولها بشكل قوي جدا، وتبص الكاميرا بتاعتك وتقولها بشكل عايز اقول لك يعني ايه، خلي كل الناس المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهارده يسقفوا لك. يلا اتفضل. يا جندي واقف على الحدود، يا جندي واقف على الحدود 2000 تحية، يا حامي المجد مجد الجمهورية، صباعك فوق زناد البندقية ورجلك فوق رقاب الصهيونية، يا واقف مدفعك شامخ قصادك ترد الكلب لا ينجس بلادك، بتاج النصر هتتوج جهادك بفضل الله وبالروح الفتية، يا طاير في السما وبغاية السعادة ومستني الإشارة من القيادة ترد الضربة 100 أو زيادة وترجع إسرائيل وش الأذية. برافو عليك يا عبد الله، برافو. يعني حاجة جميلة جدا جدا. ايه رأيك أستاذ محمد في موهبة الإلقاء الشعر الجميلة دي؟ ده كنز من الكنوز اللي كنا بنتكلم فيها. يعني بسم الله ما شاء الله عليه، عنده حماس وعنده إرادة وبيقولها بطريقة جميلة جدا. أكيد طبعا، وليه مستقبل إن شاء الله كويس جدا. أنت بتشارك بقى عبد الله في الإذاعة المدرسية وبتقول شعر وحاجات دي؟ بشارك كتير. يعني في ميس عندها في الفصل اللي هي بتدينا برضه اسمها ميس سام، بس بتاعت لغة عربية مش جميل. فهي لما بتدينا مثلا تجيب لي مثلا حاجات من المنهج
حاجات من اللي مقرره علينا، تمام. تالف لي حاجه، تقول لك قولها بقى يا عبد الله قولها في بطريقتك الاذاعه الجميله. تطلعني. تمام. وطبعا ايه، قلت حاجه برضو كلمه للفريق عبد المنعم رياض، جميل. ودايما اطلع اقول مقدمات وقران وكده. انت عندك اصلا موهبه الالقاء، ان انت بتحب تقول وبتحب تكون زي خطيب كده، او ان انت بتقدم برنامج، او يعني انت في يوم من الايام ان شاء الله كده تكون قاعد في مكاني كده وتقدم برنامج مثلا او كده، ايه رايك؟ او ابقى شاعر يعني، او إن شاء تبقى الله. شاعر يعني مش مشكله. طبعا يعني عبد الله موهبه جميله جدا جدا، ويعني انا شايف جواه كده هو بيقول الشعر، بيقوله بطريقه جميله قوي، بيقوله باحساس قوي جدا جدا. وطبعا ده يعتبر من المواهب او من الكنوز اللي موجوده عندنا في بلدنا. وبننتقل لموهبه تانية وهي موهبه الرسم. الرسم طبعا حاجه جميله جدا، تقدر تعبر بيه عن كل اللي جواك. مبسوط بترسم، زعلان بترسم، حزين، فرحان، يعني عايز اقول لك لو انت حاسس بالفخر بترسم حاجات كتير قوي. الرسم ده بتقدر تطلع كل الطاقات الابداعيه فيها. وطبعا انا النهارده جاي معايا النهارده محمد مجدي النشرتاوي، موهوب بالفطره. عايز اقول لكم داخل اولى ثانوي، والرسومات بتاعته لما تشوفها يعني تقول لي ده بيكاسو العرب، ده حد يعني مش عايز اقول لكم عامل ازاي. طبعا تعالوا نرحب بمحمد مجدي. اهلا بيك يا محمد. اهلا بك يا فندم. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. محمد بقى جاي النهارده، انت جاي منين يا محمد؟ محافظه ايه؟ كفر الشيخ. يعني انت كنت حريص ان انت تيجي من محافظه كفر الشيخ عشان تيجي وتبين الموهبه بتاعتك دي للجمهور؟ ايوه. يعني ده حاجه جميله جدا. طيب طبعا مشاهدينا الكرام تعالوا بقى يعني ايه ندخل ونتعمق جوه محمد مجدي كده، ونعرف مين بيشجعه وبيرسم ايه وازاي كده، يعني بياخد وقت في الرسم ولا بيرسم بسرعه. وطبعا هو مجهز لنا النهارده حاجات كتير قوي هنتفرج عليها حالا طبعا على الشاشه. بس خلينا اساله الاول، انت يعني الموهبه الرسم دي ظهرت عندك وانت عندك كام سنه يا محمد؟ ظهرت عندي وانا لسه عندي تقريبا حوالي 5 سنين. تمام، بس 5 سنين. بس ما كنتش بهتم بقى اللي هو الاهتمام زي دلوقتي. جميل. يعني رحت بقى اولى ابتدائي وبدات اشوف ناس بيرسموا، وبدات اشوف حاجات حلوه كده ارسمها. وبعد كده بقى لقيت ان الرسم دي حاجه جميله جدا، والواحد لازم يكون يعني مهتم بالرسم شويه، يطلع طاقته كلها في أيوة. الرسم طبعا. طلع احساسك. احساس استاذ محمد. يعني هو هنشوف رسوماته دلوقتي، حاجه جميله، حاجه رائعه. يعني انا لو اول ما شفتها اعجبت جدا جدا بالرسومات الجميله بتاعتك. طيب مين بقى كان بيشجعك يا محمد؟ والله كله، بابا وماما واخواتي اللي هم الصغيرين وعمامي وعيال خالي وكل يعني العيله كلها. العيله كلها. عشان هم برضو ناس بتقدر الفن والحاجات دي، وبيحبوا الفن وبيحبوا الرسم. ايوه، فبتلاقي الحاجه عندهم حلوه بالنسبه لهم. طب انت تفتكر يا محمد اول رسمه انت رسمتها؟ تفتكرها؟ اول رسمه كده رسمتها وجريت على بابا وماما وقلت لهم انا رسمت الرسمه دي، ايه رايكم فيها؟ ايوه. فاكرها؟ ايوه. كانت رسمه ايه؟ كانت رسمه للقدس. للقدس. ايوه. طبعا ده رسمه جميله جدا جدا. طب عملت ايه؟ احكي لي بقى. احكي لي بقى. شفتها على التلفزيون الاول، وبعد كده بدات ارسمها بالراحه، ورحت لبابا وماما وريت لهم الرسمه، قالوا لي جميل جدا ودي حياه يعني هتنفعك في المستقبل. وبعد كده بقى بدات ارسم حاجات تانية، بقى يعني شجعوك تمام. أيوه. طب ايه رايك بقى، تعالى نشوف كده الرسومات بتاعته. طبعا معانا استاذ محمد كمال، طبعا خبير الانشطه كمان بالمدرسه ومسؤول الانشطه بالمدرسه. تعال نتفرج كده على الرسومات بتاعتك وتحكي لنا بقى قصه كل رسمه من الرسومات دي. يعني مثلا دي رسمه ايه وعملتها ازاي وكده؟ دي رسمه طاووس. انا اول ما شفت الطاووس وهو واقف كده انا ذات نفسي الرسمه الصوره شدتني ان ارسمها. جميل. يعني جيت اول ما شفتها على طول جيت طلعت اجري جامد على الادوات. جبت ورقه وقلم وادواتك؟ الادوات وبدات بقى ارسم فيها. بس الرسومات دي بتاخد وقت ودقه وشغل جامد. تمام. ويعني بس لازم تكون كده هادي وقاعد في مكان هادي. ايوه. اول برسم اقول لاخواتي بعد اذنكم اتفضلوا بره. بتطردهم بره؟ ايوه. اخواتك وبابا وماما؟ يا نهار ابيض، انا بابا وماما بره كلا كله بره انا هرسم؟ لا. ولا بتعمل ايه؟ بقول لهم بعد اذنكم انا عايز ارسم. ايوه كده. ايوه بيطلعوا وانا برسم براحتي. تقعد بقى في الاوضه تقفل على نفسك. فنان. ايه؟ راجل فنان. تخيل ده داخل اولى ثانوي، يعني لسه عمره. طب نشوف رسمه ثانيه. احنا معانا رسومات ثانيه لمحمد مجدي. طبعا هو جايب لنا رسومات كتير جدا، يا رب الحلقه تكفي
ونتفرج على كل الرسومات إن شاء دي. الله. ما تقلقش يا عبد الله، برضه هسمعك، في عندك قصيده شعر جميله قوي هسمعها منك دلوقتي. احنا معانا رسومات تانية، نشوف الرسومات اللي موجوده دي. طبعا رسمه الدجاجه دي يعني. احكي لي بقى، بص بقى، انا عاجبني قوي دقه الالوان والرسومات. هي الرسومات بتبقى مش بحاجة واحدة بس، يعني بتبقى بأقلام جاف وأدوات فايبر كاستل، ويعني حاجات خامات نظيفة. جميل. ده كله يعني بابا جابها لي من هنا من بابا جاب لك القاهرة. الحاجات دي أيوة. كلها وبدات تشتغل، يعني جابها لك من القاهره. أيوة. يعني بابا بيساعدك وبيجيب لك الوان كويسه كله. يعني وبيجيب لك. الحمد لله هما ما قصروش معايا في حاجة خالص. فانت ليك هديه معايا، خلي بالك، انا هجيب لك هديه علبه الوان هتعجبك جدا جدا. الله دي يخليك. هديه مني ليك ان شاء الله. طيب احنا معانا حاجه تانية كمان. طبعا دي رسمه جميله قوي لحصان. دي رسمة الحصان ديت أخدتها كتحدي بيني وبين أصدقائي. بينك وبين اصدقائك. قالوا لي مش هتعرف ترسمها، دي صعبة عليك. قلت له لا إن شاء الله أرسمها وهعملها، طلعت زي ما أنت حضراتكم شايفين. انا شفت الرسمه دي، انت قلت لي ان هي موجوده في، يعني ظهرت في جورنان من الجرايد. أيوة. ظهرت في جورنان وفعلا اتكلموا عن الموهبه بتاعتك. أيوة. طيب تمام. يعني دي طبعا تفاصيل جميله جدا. استاذ محمد، حضرتك شايف تفاصيل الرسمه عامله ازاي وطبعا ده يعني مشروع فنان موهوب فعلا. اكيد طبعا. انت بدأت ترسم من امتى؟ بدأت أرسم من حوالي رابعة ابتدائي، من رابعه ابتدائي. كرسم جد من رابعه ابتدائي، من رابعه ابتدائي. لكن اولى كنت لسه برضو بتعلم. لسه بتتعلم. أيوة. طيب احنا معانا كمان رسومات. طبعا دي صوره رائعه لشمبانزي. ايوه. مظبوط. طب انا حاسه ان هي دي بالوان عاديه ولا لا دي بالاقلام؟ بالوان جاف. قلم ازرق وقلم جاف اسود. فعلا يعني انت راسمها كلها بقلم اسود. ايوه. طب يعني انت جات لك ازاي الفكره دي؟ شفت صوره مثلا فرسمتها ولا عملت ايه؟ لا شفت صوره قرد قاعد كده حقيقي. شفته حقيقي؟ ايوه. كانت في رحله يعني ولا كانت ايه؟ لا صوره. صوره يعني. ايوه. وبدات ان انت تجيب القلم، وخدت منك وقت كتير الصوره دي؟ يعني حوالي 8 ساعات. 8 ساعات؟ ايوه. بتاخد راحه بقى ولا بتبقى 8 ساعات على طول كده؟ لا يعني هي حسب النفسيه برضه. حسب النفسيه. أيوة. طب يعني رساله لبابا وماما، يعني الراجل ده فنان جدا، عايز اقول لكم لازم توفروا له الظروف اللازمه واللي هي يعني طلعوا كل الطاقات والابداعات اللي موجوده عنده. لا هم الحمد لله يعني مش مقصرين في حاجه خالص. يعني بسم الله ما شاء الله. يعني انا يعني فعلا انا بوجه لهم كل التحيه. ودي صوره جميله قوي. مين بقى الصوره الجميله دي؟ انت راسم فيها اشخاص؟ دي انا رسم فيها كان شخص واقع على وشه ميه، كنت بجرب رسمة المية عاملة ازاي وكده، بس يعني الحمد لله طلعت حلوة برضه. انت متميز كمان في رسم اللي هي الفيسز او الوشوش بتاعت الناس. ايوه. ما يعني دي انا تخصصت في المجال ده. فعلا. أيوة. اللي هي رسوم الوش بتاع الناس. مم. هبعت لك صوره ترسمها لي ان ممكن؟ شاء الله بإذن الله. بجد ان شاء الله. اكيد. ان شاء الله. اوعى تنسى، هبعت لك صوره حاضر. ترسمها لي. تمام. حاضر. طبعا استاذ محمد باين قوي من الرسومات ان هو شخص موهوب فعلا، وبابا وماما فعلا بيشجعوه بيساعدوه بينموا الموهبه اللي عنده دي. موهبتك بتأثر عليك على مذاكرتك؟ لا هي انا بذاكر في وقته، ووقت التاني برضه بخصصه للرسم. يعني برسم من اول الساعة 1 لغاية اذان الفجر مثلا. تمام. بخش انام، وبالليل بالنهار بروح دروسي واجي اذاكر شوية وارسم. يعني انت منظم وقتك. كل ايوه منظم وقت الحمد لله. يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا فعلا انت مشروع فنان موهوب. حتى انا لما قلت عليك بيكاسو العرب ده اكيد يعني. طبعا دي طب تعال نشوف التفاصيل الصوره دي. انا بصراحه لما وقفت قدام الصوره دي وعجبتني قوي، قعدت افكر في تفاصيلها عامله ازاي. لقيتك انت ابدعت فعلا فيها يا محمد. ايوه دي بقلم جف ازرق واحد، ما فيش اي حاجه. قلم واحد بس ازرق. ايوه. قدرت ان انت تصور تعمل الصوره دي؟ قلم جاف عادي؟ ايوه. قلم جاف. جاف بيك. اللي هو القلم البيك أيوة العادي ده عادي. اللي انت ورسمت الصوره الجميله دي. ايوه. لا يعني بسم الله ما شاء الله عليها، حاجه رائعه يعني. طبعا يعني ده بيعتبر من النماذج الجميله الموهوبين. طالب في ثالثه اعدادي داخل اولى ثانوي بيرسم الرسومات دي بقاله كام سنه. طبعا دي حاجه عظيمه جدا جدا، وحاجه يعني لازم كل الناس المسؤولين عن التربيه الفنيه والناس اللي هم اكتشاف المواهب والناس اللي هم مسؤولين فعلا عن الفن في مصر لازم ياخدوا بالهم من المواهب دي، ولازم ياخدوا بالهم من محمد مجدي نشرتاوي، طبعا ابن محافظة كفر الشيخ. وهرجع مرة تانية بقى لعبد الله وموهبة الشعر. انت مجهز لنا ايه كمان يا عبد الله؟ انا مجهز آهن يا امي. آهن يا امي. بس قبل ما نتكلم عن القصيدة دي وآهن يا امي، عايز اقول لك ماما كانت بتساعدك في البيت وبتشجعك ولا لا؟
هي طبعا اول ما عرفت الخبر ان انا اطلع في البرنامج طبعا فرحت جدا وقالت لي ماشي، بس ايه انت تحضر حاجه حلوه كده عشان لما تطلع في البرنامج يعني الناس تشوفك بشكل حلو. جميل. هي بقى بتشجعك ان انت تقول الشعر ولا هي وبابا والمدرسين وكل الناس اللي في المدرسه، ميس نهاد بتاعت ميس نهاد اللغه العربيه؟ لا مش ميس نهاد باللغه العربيه، ميس نهاد ديت اللي هي بتاعت النظره بتاعت نظره المدرسه. تمام. وميس امل جورج برضو اللي هي مديره المدرسه. كل الناس وقفوا معاك وشجعوك طبعا. بس اكترهم بقى اللي هي ميس سام بتاعت اللغه العربيه وميس سام بتاعت المكتبه، وطبعا بعد بابا وابويا. حابب ان انت يا عبد الله تروح المدرسه علشان في انشطه مدرسيه في المدرسه بتطلع مواهبك؟ طبعا يعني انا النشاط المفضل ليا في المدرسه هي المكتبه، لان انا اروح هناك لما الميس شافت ان انا يعني بحب اقرا وموهوب وكده. المفروض احنا بنعمل كارنيهات من سنه 6، كان المكتبه ان انا اروح اجر كتاب، هي عملته لي من سنه 4. جميل، حلو قوي. إن أنا عشان تروح المكتبه، اروح المكتبه واقرا تشجيع للموهبه. يعني استاذ محمد فعلا في المدارس، يعني لما في المدارس كمان المدارس الخاصه بيكون في اهتمام اكتر كمان بالطلبه انهم يروحوا المكتبه والحاجات دي. المدرس هو اللي ممكن يزرع الموهبه داخل الطالب. جميل. انت الطالب بيروح كيجي من سن كام؟ من سن 4 سنين تقريبا. صغير جدا. تمام. طب لو المدرس اللي موجود او اللي موجودين مسؤولين عن المدرسه هم اهتموا عن الانشطه اللي موجوده عندك، تمام، بتلاقي ان بيتزرع هوايه داخل كل واحد موجود. طب لو الاب والاهل في البيت نموا الكلام ده زي ما محمد قال، زي محمد مجدي، مظبوط بالظبط، ان عنده اهله بيشجعوه، هتلاقي ان موجود عندنا 1000 محمد مجدي في البلد فعلا. وده اللي احنا بنتمناه، وده هدف الانشطه المدرسيه في المدارس. اكيد طبعا. يعني لو قدامك موهبه زي عبد الله كده تشجعها يا استاذ محمد اتبناها، وتخلي المدرسين تخلي المدرسين يهتموا بيه في المدرسه ويوفروا له كل الامكانيات، وده فعلا اللي بيتم في المدرسه. جميل. عبد الله بقى قول لي انت قلت لي من شويه ان انت مجهز اغنيه او قصيده يا امي. يلا بقى طلع كل الطاقات بتاعتك وبص للكاميرا بقى بتاعتك كده وايه وقولها يعني باحساس. يلا عبد الله. عاوزين نعيط يا عبد الله. احساس قوي. ها يلا عبد الله. انا قطعة من جسدها ونبض من فؤادها، انا لا اكون لولاها والله ولا انعم بالحياة بلاها. انا سر وجودي كيانها وتوفيقي يكون بدعائها. أمي يا بسمة ثغري وفرحة عيني، يا باقة زهري وقصيدة شعري. يا أمي، يا أمي، كم عانيت، كم شقيت، كم تألمت وكم ضحيت. أركع لك حبا، أركع لك حبا وأقبل يديك عشقا، أطلب رضاك دوما وأصلي لأجلك عمرا، وأصلي لأجلك عمرا. برافو عبد الله. يعني سامحيني يا نبع الحنان فأنا عاجز عن الكلام. برافو عبد الله. ممكن يعني عايز اقول لكم عبد الله، انت لما سكت انا افتكرتك ان انت خلصت. لا، عشان كده تلاقيني بقول لك ايه برافو عبد الله، لقيتك لسه هتقول، فده يعني ايه اداني احساس ان انت خلصت، ولكن يعني سكوتك وانك تطلع مره واحده كده تطلع كل الطاقه بتاعتك وتطلع العواطف والاحاسيس. طبعا انا بصراحه هو يعني ضحك عليا، هو احساسه ضحك عليا في الخيال. انا قلت هو خلص طبعًا. خلاص لقيته مره واحده طلع بامي، فطبعا يعني الولد ده موهوب جدا، بسم الله ما شاء الله عليه. عبد الله لازم مدرسين ياخدوا بالهم منك اكتر واكتر واكتر. وقول حبيبي. هما فعلا واخدين بالهم مني جدا. يعني انا لما بطلع في الاذاعه ده فعلا ما بيأثرش على دراستي، بالعكس ده بيخليني احسن، لان المدرسين بيشوفوني طالع ومتفوق وكده فياخدوا بالهم مني وبيحبوا ان هما يخلوني احسن.
فعشان كده انا متفوق الحمد لله دراسيا. الحمد ومش لله. انا بتأثر مبسوط على- جدا جدا بيك يا عبد الله، وانا متاكد ان شاء الله ان انت في المستقبل هتخش كليه انت بتحبها، وكمان الكليه دي تكون بتنمي المواهب بتاعتك. طيب نرجع بقى تاني مره تانيه لمحمد مجدي، و زي ما قلت لكم من شويه انا اطلقت عليه خلاص بيكاسو العرب، لان هو ان شاء الله هيكون حاجه عظيمه جدا جدا في المستقبل. وهقول له بقى حاجه مهمه، هو قال لي طبعا قبل الحلقه ان هو جاي من كفر الشيخ، وطبعا دي بلد زراعيه من الدرجه الاولى، وطبعا الجو هناك جميل جدا وهادي، وفي طبيعه خلابه واراضي زراعيه وحاجات كتيره قوي 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 حلوه. طيب قول لي بقى يا محمد، نعم. قول لي هل انت ممكن في يوم تاخد الورقه بتاعتك ومثلا والكراسه بتاعت الرسم والالوان وتطلع في مكان واسع تبدا ان انت ترسم فيه وتبدا تطلع كل الطاقات بتاعتك؟ اكيد، ده حياة يعني لوحدك وهدوء وطبيعة، و يعني حياة هادية برضو بتخليك تطلع احساس الفن اللي جواك. يعني ممكن تقعد كده مثلا قدام حقول زراعيه مثلا وتقعد ترسم الحقل أيوة. والنباتات والحيوانات وبعض أيوة. الناس اللي ماشيين والكلام ده؟ ايوه طيب قول لي بقى مين بقى بيشجعك في المدرسه، وفي مدرسين في المدرسه بيشجعوك ولا لا؟ ايوه اكيد كلهم. فعلا في مدرسين بيقفوا معاك وبيشجعوك؟ ايوه هما كلهم بيشجعوني يعني بيهتموا بيا، وممكن يدخلوني مسابقات وجوائز وحاجات من دي. حاجات جميله طبعا. طب احنا معانا رسومات تانية، تعالوا نتفرج عليها كده لمحمد. طبعا دي صوره لشخصيه مشهوره جدا، أيوة. اللي هو صاحبي بتحب طبعا حاجات الكوميكس، الحاجات اللي هي أيوة الكوميديا. مش كده؟ طيب في صور كمان معانا لمحمد مجدي نشرتاوي، طبعا بتبين الموهبه بتاعته. تعالوا نشوفها مع بعض تاني. دي صورة راجل عجوز عجبتني جدا أول ما شفتها وجذبتني إني أرسمها، فأخدت الورقة والقلم ورسمت وبدأت أشتغل فيها. الرسمة دي أخدت مني حوالي 8 ساعات. طبعا انا شايف ان في يعني تفاصيل الصوره وتجاعيد طبعا دي صوره راجل ولا ست؟ انا مش باينه قوي لا، من راجل. كتر التجاعيد اللي موجوده. طبعا راجل. أيوة. يعني شفت حاجه، يعني بص يا استاذ محمد، لو خدت بالك من قفله العين مع التجاعيد اللي تحت العين والموجوده في الراس من فوق، بتبين فعلا قد ايه محمد بيهتم جدا برسمه الدقة وبتفاصيله. طبعا اللي لازم موجودة عنده. التفاصيل والدقة، فهي اللي بتبين الرسمة وهي اللي بتخليك متميز في المجال اللي انت فيه. وبتحب الوان ايه بقى؟ يعني في الوان معينه انت بتحبها ودايما بتخليها هي دي الالوان اللي دايما بتكون موجوده في الرسومات بتاعتك؟ ايوه اكيد. فانا بهتم هي الالوان اللي بتظهر الرسم. جميل. يعني ما ينفعش اجيب لون ما يمشيش مع الرسم، مظبوط. لازم تظبط تمام. الرسمه مع الالوان. يعني ما ينفعش ارسم مثلا الاهرامات بلون اخضر، لا ما ينفعش. صح ولا لا؟ أيوة. بس في لون انت بتحبه. ايوه ايه بقى؟ قول لنا بقى عليه. اللي هو اللون الاصفر بحبه جامد، واللون الاحمر برضو بحبه، بحب اظهره مثلا في الحاجات اللي انا بعملها من دماغي والحاجات دي. انت لما بتوريني صوره برسمه القلم الازرق الجاف اللي احنا بنكتب بيه، انا بستغرب بصراحه. يعني دي صوره واحده ست برضو ايوه انت رسمتها بالقلم الازرق، باينه أيوة، قوي بس مش كده كده؟ بالقلم الأزرق. طب دي برضو انت اهتميت بتفاصيلها. ايوه لازم تكون التفاصيل باينه عشان تظهر هي الرسمه. الرسمه. ايوه. تمام. طب انت شفت الصوره دي حقيقيه فبدات ترسمها، ولا جبت حد مثلا كده قلت له تعالى لو سمحت اقعد قدامي كده وتبدا ان انت بالقلم لو سمحت بس دقيقتين كده هرسمك، ولا عملت ايه بالظبط يا محمد؟ احكي لي كده. كانت صوره ابيض واسود، انا بقى حولتها لجاف. حولتها لابيض وازرق. لا بس عايز اقول لك انك تسيب القلم الرصاص وتمسك القلم الجاف. يعني قلم الرصاص ممكن لو يعني اخطأت في حاجه بتمسحها قبل ما تلون، لكن كون ان انت تمسك القلم الازرق ده ثقه كبيره انك تمسك. متمرس. هو فنان متمرس طبعا. فعلا، ويقدر ان هو يعني بيرسم بالقلم الازرق. مفيش مجال طبعا ان انت طبعا تخطئ يعني. طبعا دي صوره ايه كمان يا محمد؟ قول لنا بقى. دي صوره الكلب. لكلب. ايوه تمام. الصوره ديت انا اول ما شفتها عجبتني برضو، وبعد كده بقى جبت اللي هو الالوان بتاعتي ورسمتها وبدات ترسم الصوره. اخذت مني حوالي 6 ساعات. 6 ساعات؟ انت بتتكلم أيوة. في ارقام كبيره. 6 ساعات، 8 ساعات، 5 أهو. ساعات، 10 ساعات. دي- خلي بالك انا ايام ثانوي كنت مثلا برسم الرسمه كلها في ربع ساعه ولا نص ساعه. يعني انت عارف الحاجات اللي هي ايوه اي حاجه كده يعني. أيوة. لكن انت فعلا بتهتم بتفاصيل الرسمه نفسها. ايوه ما هو ده اللي بيخلي الرسمه تظهر انها حقيقيه. تمام. ده اللي هو الاحساس الفنانين يعني. جميل. حياه كده بتظهر الرسمه، تلاقي خلي عندك دقه في الالوان، حياه كده
شفت تظبط الثقه يا الرسم. استاذ محمد اللي عنده؟ يعني هو عنده ثقه بنفسه جامد قوي وفي شغله، وبيحترم جدا شغله. لا وكمان هو ممكن مهارته ديت يستغلها في دراسته. طب ازاي يا استاذ محمد؟ يعني موجود عنده مثلا، نشوف طب نشوف الصوره دي، طبعا صوره الفنان العظيم طبعا سمير غانم. سمير غانم. ودي صوره جميله. انت بتحب سمير غانم طبعا، الفنان سمير غانم أيوة. الجميل. انت جبت صوره بقى ليه كده وقعدت ترسم التفاصيل بتاعته. ايوه. طبعا دي صوره لازم توصل طبعا للفنان الكبير سمير غانم، ويشوف الرسمه الجميله اللي محمد مجدي طبعا راسمها له، ومهتم جدا برسمه طبعا. ايوه مهتم برسمه عشان يعني حسيت اللي هو فنان جميل وحاجة فعجبتني الصورة بتاعته جيت رسمتها. فبدات ان انت ترسمها له. بدأت ايوه أرسم. اوعى تنسى ترسم لي صوره، ها هبعت لك الصوره. ايه رايك يا استاذ محمد في الصوره اللي فاتت دي؟ بصراحة هو فنان. يعني صوره جميله طبعا. اكيد طبعا. تفاصيل الصوره نفسها هو بيهتم جدا. اكتر حاجه عجباني فيه اللي هي تفاصيل الصوره نفسها. وعشان كده انا بقول لحضرتك اللي هو ممكن يستغل ده في دراسته. طب ازاي يا استاذ محمد؟ لازم بقى نقف عند النقطه دي وحضرتك تشرحها لنا. انت ازاي سنة يهتم كام؟ بالحاجه رايح زي سنة كده؟ كام؟ داخل أولى ثانوي إن شاء الله. هو داخل اولى ان ثانوي. شاء الله. اولى ثانوي معناها اللي هو موجود عنده فيزياء، كيمياء، احياء، تمام. جغرافيا، تاريخ. تمام. تاريخ، وده بيبقى موجود فيه بعض الرسومات اللي هي الشخصيات اللي كانت موجودة عندنا في العصور القديمة. جميل. موجود عنده الجغرافيا، وطبعا حضرتك أدرى بالكلام طبعا ده. طبعا الخرائط طبعا. اللي خرايط موجودة طبعا. عندنا الخرائط الطبيعيه والسياسيه والحاجات دي طبعا. طبعا، والحديث والقديم وكذلك. موجود عنده في الأحياء نفس الكلام، بيستغل العملي، بيستغل في الفيزياء والكيمياء والأحياء اللي هي العلوم عامة، المواد العملية ديت في ده يقدر اللي هو عن طريق مهارته يقدر اللي هو يتفوق في دراسته. يعني نقدر نربط المقررات الدراسيه بالانشطه المدرسيه. أكيد طبعا. طب انا عايز اقول لك على مفاجاه محمد قالها لي، ودي يمكن هنختم الفقره بتاعته بيها، ان هو بيرسم بالقهوه. مش عارف ازاي. يعني محمد ممكن تقول لنا بسرعه ازاي بترسم بالقهوه؟ يعني انا شفت رسمه زي كده للقدس كانت جميله قوي. ايوه بجيب القهوة بعملها كأنها بتشربها بس بخليها تقيلة شوية عشان تجيب درجات الغامق والفاتح والحاجات دي، جميل. وبرسم بها زي الالوان. وبتبدا ترسم بيها فعلا؟ ايوه. يعني بتاخدها مثلا بصباعك ولا بتاخدها بريشه ولا لا بالفرش. بفرشه؟ زي كأني برسم بالوان. تمام. بتبدا ان انت تاخدها كده بفرشه وتبدا يعني ان انت بتستخدمها كألوان. ايوه بستخدمها كالوان. تمام. طبعا انا بشكرك جدا محمد مجدي، بشكرك جدا. انا بتمنى لك طبعا ان انت تكون فنان موهوب باذن الله. طبعا انت فنان اصلا، بس انا عايز طبعا ان انت تكون اقوى واقوى وتمرن نفسك اكتر الله. وتهتم اكتر بنفسك. وطبعا ده نداء لبابا وماما لمحمد ان هو يهتموا بيه ويهتموا بالفن بتاعه ويشجعوه ويقدروا ان هم يوصلوه يبقى فعلا زي ما قلت له هو بيكاسو العرب. بشكر جدا طبعا عبد الله، بشكرك جدا يا عبد الله. وكمان انا بتمنى لك ان شاء الله تكون حاجه قويه جدا في شاء المستقبل الله. ان شاء الله، وتنمي نفسك، ها تهتم باللغه العربيه. حاضر. تمام. وانت تهتم بالتربيه الفنيه ان شاء الله. تمام. طبعا مشاهدينا الكرام كان معانا موهبتين، معانا عبد الله طبعا شعر والقاء وحاجات جميله جدا، ومعانا بيكاسو العرب طبعا وهو محمد مجدي النشرتاوي ابن كفر الشيخ. نشوفكم ان شاء الله بعد الفاصل. هنطلع فاصل سريع ونرجع لكم مره ثانيه مكملين حلقتنا مع الاستاذ محمد كمان ان شاء الله.